بعد ماتش توتنهام وليفربول النهارده ده يا جدعان، هو ده يثبت لك حاجه مهمه قوي. ان ممكن يبقى مثلا انت بتلعب يابانيه، لو حد الناس من الجيل القديم، تلاقي اتنين مكسحين، واحد معاه مثلا منتخب العالم والتاني معاه منتخب اوروبا، والاتنين مع تيه مطلعين كل النجوم وبيلعبوا زي ما تيجي تيجي. يا عم ارن سلوت، انت اللي ياكلك قطر. انت بتلعب بسوبوسلاي، وبتلعب بجونز، وبتلعب بجرافنبرخ، وبتلعب بماكاليستر. فين الونجات حضرتك؟ وبتطرف ايكيتيكي ليه؟ ما انت عندك بره، ده انت خطتك دي تخليك تلعب 3-5-2 مستريح مستريح خالص على هادي يعني. العب يا عم بجو جوميز ورا، فان دايك، كوناتي، اليسون او ممرداشفيلي، الاتنين حلوين. يا باشا تعالى نص الملعب بتاعك، جرافنبرخ ستة، قدامه ماك وسوبوسلاي، ماك وفيرتس، انت حر. على اليمين جاكبو، على الشمال صلاح لو موجود، مش موجود لعب فريمبونج كان بيلعبها على طول مع باير ليفركوزن. وقدام يا باشا ايزاك، ايكيتيكي، اتفرج. بس هي الفكرة مش فريق قد ما هو مدرب. انت مدرب كفتجي يعني. ودي فريق زي ده لواحد زي جدي فليك، اللي هو من ساعة ما سابنا في فايرن وانا حزين. نيجي للتاني. يا جدعان توتنهام عنده كمية لعيبة وكمية اختيارات مش طبيعية بره. والباشا بادئ لي برضه بتشافي سيمنز جناح. انت عبيط يا عم ولا ايه؟ قدوس ماشي. الفريق ده على فكرة أقرب فريق، يمكن الناس ممكن تستغرب المعلومة دي أو تستغرب الجملة دي. أقرب فريق إن هو يكون زي باريس أو كعناصر، بمعنى أنت حضرتك ممكن تلعب بقدوس شمال، تمام، أو ممكن تلعبه رقم 10، مفيش أدنى مشكلة خالص، وتلعب ببرينان جونسون ناحية اليمين، وفي عيل حتة بره كده إيه اسمه ويلسون أودوبير. يا جدعان الواد ده كورته مية مية، عشرة على عشرة. وقدام بقى ممكن تحنكش بقى بواحد زي كولومواني، رغم ان انا مش مقتنع بيه. ريتشارلسون مش مقتنع بيه برضو، اللي شويه ها ممكن تقول عليه رقم تسعة، رقم تسعة صريح، برضو مش مقتنع بيه. اسمه سولانكي، دومينيك سولانكي. انما انت ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ انت بتلعب بسيمنز جناح ليه؟ وفي ماتش زي ده بتلعب لي بارش جراي، وبتلعب بلوكاس برجفالي، الاتنين مع بعض. انت ايه ماتش زي ده تحرقهم؟ ايه يا عم ده انت ماتش زي ده كنت تلعب بجواو بايلينيا ستة قدامه. كنت ممكن قدامه تلعب بسيمنز وايه، الله يرحمه جيمس ماديسون، اللي محدش عارف هو مات ولا حصل له ايه. توماس فرانك كان بادئ يا جدعان بدايه كويسه قوي، واللي برهن على ده ماتش باريس سان جيرمان. لو ما ظبطش هو كده الفريق ده انا ما بتفائلش بيه اساسا. فريق البط ده اللي هو كل شويه وكسني في الفانتازي منه لله. والتاني مقاول الانفار التاني اللي اسمه سلوت ده انت معاك صلاح يالا، انت مش مقتنع بصلاح؟ اخر موسم ليه زي الزفت، اللي يقول غير كده يبقى ما بيشوفش. بس ها يعمل لك اسيست، يعمل لك اي حاجه. يا جدعان الراجل ده طول ما هو قاعد في ليفربول هيروح في داهيه. وكده كده بعد الكام نقطه الاخيره دي نتمنى ان هو يروح في داهيه اصلا. ليفربول عايز مدرب زي انريكي، زي فليك. اقول لك على حاجه. اوليفر جلاسنر بتاع كريستال بالاس، الراجل ده لو جه مسك ليفربول هيعمل طفره. ده بالنسبه لي دلوقتي في الوقت الحالي عم التلاتة أربعة تلاتة في العالم. بس لو عجبك المحتوى وحابب ان احنا نتكلم في الكوره بعد كده، يا ريت تدعمنا بكومنت، حتى مش طالبين اكتر من حاجه. وكان معاك قهوه شيكو. ولو في رأي تقدر تقوله ونقدر نتناقش بشكل ودي قوله في الكومنتات يعني. السلام عليكم.